صدمت الممثلة المغربية لبناء أبيضار معجبيها بتدوين فيسبوكي على صفحته الرسمية أعلنت فيها عن إصابتها بمرض خبيث تواصل العلاج منه. وكتبت أبيضار تقول: أصدقائي وصديقاتي الحنونين والحنونات، سأضطر للغياب عنكم لمدة أتمنى لا تكون طويلة، غياب اضطراري بسبب جلسات علاجية من مرض خبيث على مستوى الحلق. وتابعت أبيضار قائلة: وإن لم أعد من المرض فليسامحني الجميع، وأنا شخصية سامحت من كل قلبي كل من جرحني وأهانني وعذبني، ومن كل قلبي كذلك سامحت كل من هجرني من بلدي وجعلني أتذوق المر والعذاب أشكال وألوان، زادت الغربة والإقصاء أكثر إلاما. واستطردت الممثلة التي أثارت الجدل بمشاركتها في فيلم الزين لي فيك: أنا امرأة قوية وفي دولة متقدمة يعتبر الطب فيها متقدما، وعندي أمل في الشفاء رغم أنني أعاني من ويلات رحلة العلاجية لوحدي بدون معين. وإذا شاءت الأقدار ولم أنجو فأمانتي عليكم أن تدفنوني في بلدي المغرب ومرنون وكش، واجعلوا نعشي يتحف العلم الأمازيغي، وفي جنازتي وزعوا الورد على كل أحياء مراكش.